مخترع مصري اخترع اختراع غير العالم. الاختراع ده بقى كلنا بنستخدمه وما نعرفش مين اللي اخترعه اساسا. احب اقدم لك الباشمهندس حاتم زغلول. خلص دراسته في كليه الهندسه في مصر، بعد كده سافر لكندا عشان يكمل هناك دراسه. بعد ما خلص اشتغل هناك في شركه اتصالات. وقتها بقى طلبوا منه ان هو يعمل بحث ازاي يزودوا سرعه الانترنت. فعلا بقى بعد ما اشتغل على البحث بتاعه قدر يخترع الواي فاي. تخيل كده الواي فاي اللي بيستخدمه العالم كله واحد مصري هو اللي اخترعه، وانت اصلا ما تعرفش عنه اي حاجه. اكبر عدد من الاطفال تمت ولادتهم على ايد ام واحده في التاريخ الموثق كله كان من نصيب الروسيه فيودور فاسيليف. خلال بقى 40 سنه بس انجبت 69 طفل، انجبت 16 توأم ثنائي و7 ثلاثي، ده غير بقى 4 توائم رباعيين، عاش منهم 67 واحد و2 مات. فدي بقى اللي تستحق لقب ارنبه عن جدار. كان في بقى واحد خباز من انجلترا اسمه توماس فارينور. سنه 1666 الراجل ده خلص شغله ودخل ينام ونسي يقفل الفرن بتاع المخبز بتاعه. هتقول لي عادي بقى، دي غلطه عاديه جدا وممكن اي حد يعملها. عايز اقول لك بقى ان الفرن اللي سابه ده عمل كارثه انجلترا ما تنساهاش لحد النهارده. الفرن ده ولع في بيته وبعد كده ولع في كل البيوت اللي جنبه. فضلت ماشيه النار بقى من بيت لبيت لحد ما كلت نص لندن، ومات بقى الالاف بسبب الفرن اللي الراجل ده نسيه. واللي يضحك بقى في الموضوع ده ان توماس نفسه ما حصلوش اي حاجه. قدامك دي اول صوره سيلفي في التاريخ كانت سنه 1920. اما فاكر بقى الست السمراء اللي كانت بتطلع في توم وجيري؟ طبعا انت عمرك ما شفت وشها، تعالى اوريهولك. اما اللي انت شايفه قدامك دي فهي لقطات نادره عمرها اكتر من 100 سنه. والحيوان اللي قدامك ده هو النمر التسماني قبل ما ينقرض. وليه دايما بيقولوا ان رئيس كوريا الشماليه غير متزن عقليا؟ تعالى اقول لك على حبه حاجات عملها وانت احكم بنفسك. مبدئيا كده الراجل ده اول ما مسك الحكم كان خايف ان المسؤولين الكبار في الحكومه يعملوا انقلاب عليه. قام فاتح سلسله اعدامات كبيره جدا لكل اللي موجودين في الحكومه في الوقت ده، لدرجه ان الموضوع طال عمه نفسه اللي كان وقتها من اكبر مسؤولين الحكومه. ما وقفش بقى موضوع الاعدامات ده على كده، لا ده الموضوع اتطور معاه جدا. جوز عمته من فتره كده كان مستشار ليه اعدامه وراح عزى عمته عادي جدا. غير وزير التعليم اللي كان قاعده مش عاجباه في المؤتمر بتاعه قام عدمه هو كمان. اما في مره بقى زعل من وزير الدفاع بتاعه، جابه وحطه على مدفع مضاد للطائرات، قام مديله واحده قذيفه وفخرته حرفيا. قول لي بقى انت ايه رايك في الكومنتات؟ 5 فوائد للنوم عاريا بدون ملابس. وعلى فكره الدراسه اتعملت بجد، انا مش بقول كلام من دماغي. اولا كده النوم بدون ملابس هيساعدك تنام بشكل اعمق، لان الدوره الدمويه وعضلاتك وجسمك ما بيكونش في حاجه عليهم مضايقاهم فبياخدوا راحتهم. رقم 2 بقى ودي ناس كتير هيحبوها، النوم بدون ملابس بيساعد في انقاذ الوزن. طب ده بيحصل ازاي؟ انت لما بتنام بدون ملابس جسمك بيبرد شويه، فجسمك بيحرق اكتر ويعلي درجه حرارته علشان يعوض درجه الحراره دي، وده بقى بيزود معاك معدل الحرق. اما رقم 3 بقى هيساعدك على عدم التوتر والقلق اثناء النوم. اما رقم 4 بقى فبيقولوا انه بيحسن في تنظيم هرمونات الجسم. اما رقم 5 واخر واحده بقى فيقال انها بتحسن من صحه الاعضاء التناسليه. قول لي بقى في التعليقات انت عملتها قبل كده وجربت ولا لا؟ سمعت قبل كده عن ظاهره الباريدوليا اللي بتحصل لك وبتحصل لي وبتحصل لمعظم الناس حوالينا؟ تبقى ماشي فجاه في اي مكان تشوف او تسمع حاجات ملهاش وجود اصلا. يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع وتشوف السحاب على شكل حيوانات، او تشوف مثلا جزمتك اللي محطوطه قدامك في البيت بتكشر لك وبتبرق لك. ممكن كمان تشوف وشوش مرسومه على الحيطه ملهاش اي وجود اساسا. قول لي بقى الظاهره دي بتحصل لك فعلا ولا عندنا بس؟